مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجة 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو دكتور وسيم حسن عثمان، اخصائي بامراض العصبيه. رح نرحب بضيفنا ونبدا مشوار حلقتنا، وبتمنى الكل يستفيد من هالمعلومات القيمه اللي رح يحكي لنا اياها الدكتور وسيم. يسعد مساكم دكتور. يا هلا، اهلا وسهلا فيكم وبقناتكم وبرنامجكم الحلو يعني. شكرا كثير دكتور. يا هلا استاذ ايمن. مستمعينا اللي حابب ينضم لنا او اي حدا عنده اي سؤال بما يخص الامراض العصبيه، طبعا رح نحكي عن موضوع معين، ولكن اذا حابين تنضموا لنا فيكم تنضموا عبر الاتصال بالرقم الارضي 429 101. ايضا عبر الواتساب عبر رساله 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير فيكم تشاهدونا أيضا، والأرقام والعناوين كلها واضحة على الشاشة. فيكم أيضا بأي رسالة عبر البث المباشر رح نجاوب على سؤالكم أكيد بآخر الحلقة. موضوعنا رح يكون اليوم هو التصلب اللويحي. يا ترى شو هو؟ شو الأسباب اللي بتأدي على هالمرحلة الحالة؟ كيف بيتم التشخيص؟ والعديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور وسيم. بداية دكتور، التصلب اللويحي شو بنعني فيه؟ التصلب اللويحي هو مرض بالبداية بصراحة هو اعتبروه مرض مناعي ذاتي، يعني مثل مرض الذئبة الحمامية الجهازية أو الروماتيزم أو الدائرة الثياني وهالأمراض المشابهة. ولكن في الحقيقة يعني خلال التحريات والدراسات الأخيرة، يعني خلال العقود الماضية، تبين كتير أمور، يعني أنه آلية حدوث المرض هي معقدة جدا. يعني هي بيشترك عدة أمور. أول شيء العامل البيئي، يعني لازم يكون في عامل بيئي بيكتسبه المريض خلال الطفولة، وهذا العامل بيضل معه. الثاني شيء في أرضية وراثية، استعداد وراثي أيضا للإصابة بالمرض. يعني وجود العامل البيئي زائد الاستعداد الوراثي للإصابة بالمرض، هيك بيصير المريض قابل أنه ينصاب بمرض التصلب اللويحي. فبيصير بعدين الحدثية الأخيرة اللي هي بآلية مناعية ذاتية. هدول الاثنين بيشكلوا تفاعل مناعي شاذ، والأضداد الجسم بتهاجم غمد النخاعين الموجود بالجهاز العصبي المركزي، وهذا يعني يؤدي لحدوث المرض. دكتور، ذكرتوا ضمن حديثكم انه العامل البيئي الوراثي، المستمعين كلهم اكيد فهموا الموضوع، ولكن البيئي شو بنعني فيه البيئي دكتور؟ انه يعني العوامل البيئية المتهمة طبعا، هلا نحن في عوامل كتير بيئية اتهمت بهالموضوع، ولكن العوامل البيئية الأكثر يعني توثيقا، يعني في عنا الإصابة بفيروس أبشتاين باير. فيروسه موجود يعني بالمجتمع، أو بيصابوا بشكل واسع خلال الفصول الأربعة يعني. فهذا الفيروس بيدخل للجسم، لأنه شافوا أنه مرضى التصلب اللويحي كلهم دراسات المصلية الاي جي جي يعني أثبتت أنه في عندهم إصابة كلياتهم بهذا الفيروس سابقا. فلذلك هذا العامل هلا حاليا متهم بقوة. في عوامل أخرى مثل عوز فيتامين د. يعني مثلا هلا نحن بنشوف مرض التصلب اللويحي هو أكثر شيوعا بالمناطق اللي بتقل فيها أشعة الشمس. يعني مثلا بأوروبا لما نحن بنتجه باتجاه خط الاستواء بنشوف انه في تناقص بعدد الحالات. يعني حتى انه السود يعني ما بيصابوا كتير بهالمرض. فلذلك ايضا نتهم فيتامين د ايضا عوزه باحداث المرض. وحاليا هلا اي مريض يجي لعنا خاصة في بداية المرض، فيعني اضافة فيتامين د للعلاج هو كتير مهم. وفي دراسات اخرى فيما يتعلق بالتدخين، وفي أيضا من العوامل البيئية الجراثيم المعوية الطبيعية الموجودة بالأمعاء. أيضا في بعض الأشخاص توجهوا نحو هالأمور، ولكن الأهم عاملين هلا حاليا كدور بيئي في إحداث المرض هو التعرض للفيروس أبشتاين بار، وفي عنا كمان أيضا عوز في كمية فيتامين د بالجسم. تماما. دكتور، هالمرضى اللي عم ينصابوا بالتصلب اللويحي يا ترى شو الأعراض اللي بتظهر عليهم؟ الأعراض طبعا نحن هون عم ندخل بإشكالية كبيرة. يعني عم يجوا لعنا مرضى
بيقول انا معي تصلب لويحي. يعني بصراحه بنكتشف انه الموضوع بعيد عن هذا الشكل، عن هذا الموضوع تماما. يعني حتى نحن نقول انه هذا المرض عنده التوجه انه عنده مرض تصلب لويحي، لازم يكون عندنا هجمات المرض بتكون ضمن يعني اعراض معينه. يعني الاعراض مثلا يا اما بيجي مريض بالتهاب عصب بصري، او بيجي بالتهاب نخاع شوكي، او بيجي بترنح، يعني اصابه في جذع الدماغ. ايوه. فهدول الامور اللي بتوجه ممكن، اما مثلا يجي مريض عنده خزل شقي، مهم. او يجي عنده صرع او هالامور، فبتشوف انه الاطباء بيشخصوا انه هذا تصلب متعدد. فلذلك لازم يكون حضور المرض ضمن اعراض نموذجيه. هي واحد. مهم. الشغله الثانيه لازم يكون عندنا في معايير ماكدونالد، اللي هي لازم يكون عندنا انتشار بالزمان. يعني المريض منصاب باكثر من هجمه، مثلا هلا انصاب بالتهاب عصب بصري، بعد سنه انصاب بالتهاب نخاع شوكي. ففي عنا انه عنا هجمات في اكثر من زمن، هذا بنسميه انتشار بالزمان. والشغله الثالثه انه لازم يكون في انتشار بالمكان ايضا. يعني لما المريض مثلا عنا نصوره، فممكن نشوف لويحه موجوده بالدماغ، ممكن نشوف لويحه موجوده بالنخاع الشوكي ايضا. فايضا عنا انتشار للاصابه بالمكان. ب 2017 تم اضافه معيار اخر اللي هو السلالات وحيد نسيله، اللي هي موجوده بالسائل الدماغي الشوكي، ايضا هي ضمن معايير لتشخيص المرض. ولا يجوز أن نعتمد كثير على المرنان، أنه أي واحد عنده بؤر موجودة مزيلة بالمادة البيضاء أنه نعتبرها مزيلة للنخاعين. لازم تحقق هالمعايير حتى نحن نقول هذا المرض ممكن يكون عنده مرض تصلب اللويحي أو المتعدد يعني. تماما. نعم. دكتور، بأي مرض دائما بنحكي أو بنرجع دائما للأسباب. شو هي الأسباب المؤهبة لحدوث الحالات هاي؟ هلا الأسباب هو طبعا مرض مثل ما قلنا مجهول السبب. مهم. في عامل بيئي بيتورط بالموضوع، ثم بيحدث في استعداد وراثي أيضا. استعداد وراثي مع العامل البيئي بيؤدي إلى تشكل آلية مناعية ذاتية، يعني أضداد الجسم بتهاجم غمد النخاعين. فهذا بيؤدي إلى حدوث زوال. نحن نعرف العصبون هو مؤلف من محور، وبيغمدوا خلايا النخاعين. مم. فلما هالأضداد بتغزو الغمد وبالتالي بيصير العصب مجرد من بتتشكل لويحة. فلذلك المرض هو الآلية الأمراضية هو تشكل لويحات بالجهاز العصبي المركزي حصرا وليس المحيطي. مهم. بتتوضع بمناطق معينة بالدماغ وبالنخاع الشوكي وبتعطي المرض. طبعا هلا نحن هون سير المرض بصراحة في عنا النمط الأكثر شيوعا هو نمط الهجوع النكس. مهم. يعني المريض بيصاب بهجمة وبيطيب منها، ولكن هاي الهجمة تترك بعض العقابيل الخفيفة. بعد فترة كمان يصاب بهجمة ثانية وأيضا تترك عقابيل، وهكذا حتى يصل المريض لمرحلة بعد 15-20 سنة إلى عجز كامل. تمام. دكتور، عفوا عن المقاطعة، معنا تليفون فينا ناخده. ألو، مساء الخير. ممكن تحط السماعة. ألو، يسعد مساك. يبدو الاتصال، فقدنا الاتصال. بنتمنى. ألو. ألو، ألو. مساء الخير. أهلا وسهلا. وإن شاء الله باشا. يا أهلا وسهلا. أسألني سؤال كده دكتور بكم. كرم بك. الدكتور بركي سؤاله من نخا خارجي موضوعي وبجي، مهم. وبركي حكي سؤاله غريب بجي. مهم. بحياته أخذ التجاري نخوه شنكة ما حتى شو بيزنا كذا. يعني قدامه أشهر بجم معقول تشكي ما طبيعي دي مهم. وسباس. تمام. كاب السؤال فقرين. فقدنا الاتصال. هو دكتور كان اتصاله انه الاخ طبعا ما رح ناخذ اسمه، عم يحكي انه يا ريت حتى اذا فينه يعيد الاتصال او حتى على الاتصال بالرقم الارضي او كان عبر الواتساب. عم يقول انه انا ما بنصاب بالزكام نهائيا. هو قال انه موضوعنا خارج الحلقة، ما عم يصاب بزكام ولا الرشحة. فبتمنى الاخ اذا صار معه مجال يتصل معنا مرة تانية. كمان حابب أذكر مستمعينا أي حدا حابب ينضم لنا أو يسأل أي سؤال، دكتور وسيم حسن عثمان أخصائي بأمراض العصبية موجود بالاستديو، وموضوعنا هو التصلب اللويحي.
ايضا كل ما يخص بالامراض العصبيه فيكم تنضموا لنا مثل ما ذكرنا 429 101. يبدو الاخ عاد الاتصال. وايضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. مشاهدينا بكافة أنحاء العالم وعلى صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير فيكم عبر أي سؤال تكتبوه أكيد رح نجاوب على سؤالكم. مرة ثانية يسعد مساك الأخ، لو تذكر اسمك. نظيم رزان ما مستعد. أهلا وسهلا. اشكال شلونك؟ يا أهلا وسهلا. الو. تفضل أخوي الدكتور عم يسمعك كلامك. مهندس رزان. مهم. مقول الدكتور بسألك سؤال غريب حبكي شيء وخارج موضوعي، نقاش هوية وموضوعي هوية. حياة خد التجارية نخشنا كتمي يعني حطابش وبيجي معقول مرود حياة خد بحطابش وبينا كذا يعني أذن أخش سؤالي كما معقول تشكيلة طبيعي هذا؟ تمام. أصبح. يا أهلا وسهلا، نتمنى لك السلامة دائما الأخ ريزان، المهندس ريزان من القامشلي عم يحكي. فانتهت المكالمة. طبعا هلا هو السؤال يعني مرتبط انه بعدم الاصابه بالزكام اللي بيصاب في العائله، يعني هلا هالموضوع او حتى عم يحكي انه مرض اخر دكتور يعني تمام. هلا الامراض الاخرى يعني ممكن الواحد ما يصاب فيها، ولكن الزكام بصراحه يعني اغلب الاشخاص بيصابوا فيها. نعم. هلا في بعض الطبيعه بعض الاشخاص عندهم نوع من عدم التفاعل المناعي القوي ضد الفيروسات الموجودة، فهون ما بيظهر أعراض صارخة. يعني هو أما الإنسان اللي عنده، طبعا هذا الموضوع مرتبط بصراحة بالزمر الدموية ومرتبط بالأرضية الوراثية ومستضدات الجسم والحالة البدنية للشخص. هذا موضوع خاص يعني موضوع خاص وكبير يعني ايه، ولكن في بعض الاشخاص موجودين هيك يعني إيه. تمام. نتمنى له السلامه والصحه للجميع ايضا. وبنرجع لموضوعنا دكتور اللي كنا نحكي فيه انه العوامل المسببه، كنا عم نحكي العامل البيئي والوراثي فبنرجع للنقطه اللي كنا. نعم. فلذلك المرض هو يعني النمط يعني الاشعه لهذا المرض هو النمط النكس هجوع، يعني بتصير هجمة بعد فترة بيشفى. أيوة. بعدين بتيجي هجمة تانية. طبعا هذا بيؤدي إلى مع مرور الزمن إلى العجز. بالنسبة بعد 15 سنة أو 20 سنة أو 10 سنوات بيبلش المريض بيدخل بطور مترقي ثانوي. فبيصير الأعراض مستمرة وليست مثل الأول. طبعا هاي المرحلة حساسة جدا بالنسبة لنا، لأن الطبيب تدخله بهذه المرحلة ممكن يمنع هذا الترقي بالعلاجات المتطورة اللي هلا حاليا ظهرت عالميا يعني. تمام. إيه. فلذلك كثير نحن المريض لما يجي لعنا بنركز انه هل تحول المرض من الطور الناكس الهجوع الى طور مترقي. فهون لانه يعني. تماما، لانه هون انت ممنع يعني لازم تتدخل مشان تمنع من اصابة هذا المريض بالعجز. تمام. في اطوار اخرى يعني انماط اخرى للمرض. في عندنا النمط المترقي البدئي اللي بتجي هجمة وما بتشفى، يعني بيضل المريض بيستمر بهاي الهجمة حتى يصاب بالعجز. دكتور عم نحكي عن الهجمات عفوا لنشرح لمستمعينا ومشاهدينا شكل الهجمة كيف بتكون دكتور؟ شكل الهجمة نحن أول شيء قلنا أنه ممكن يكون عنا العرض لازم يكون عرض متوافق مع المرض التصلب المتعدد. يعني لا يمكن أن نقول أنه خزل شقي واحد إذا صار عنده ضعف بإيده وإجر بنقول أنه هذا مرض تصلب متعدد. تمام. مثلا يا أما بيجي المريض عنا بالتهاب عصب بصري وحيد الجانب، ألم بالعين زائد تشوش بالرؤية، أو بيجي بخزل بالطرفين السفليين بيكون عنا صار إصابة نخاعية، أو بيجي بإصابة تناثر جذعي يعني ممكن يكون ترنح اضطراب توازن، أو يصير عنده شلول بعضلات العين أو بشلول بأعصاب قحفية أخرى. هاي الأعراض النموذجية لمرض التصلب المتعدد. فنحن لما يجي عنا المريض مو شرط انه كل هجمة بتتطور لمرض تصلب متعدد. نحن المرض المتصلب المتعدد نحن قلنا لازم يكون في انتشار بالزمان، يعني لازم يكون في اكثر من هجمة. اما ممكن المريض يجي هجمة واحدة وهالهجمة بتكون بآلية مناعية عابرة. أيوة. فلذلك نحن نعالج المريض على اساس هالاساس. ولكن اذا تكررت الهجمة فنحن هون لازم نلاحق معايير ماكدونالد حتى نحن نحقق هالمعايير. إذا تحققت معنا فهنيك نحن بنقول هذا المريض ممكن يكون معه تصلب لويحي أو تصلب متعدد. طبعا يعني المرض هو موجود بالمناطقنا.
بمناطق الشرق الأوسطية يعني. فمشان هيك نحن هذا المرض هو مرض مهم، هو مرض الشباب يعني، وبسبب العجز، فلذلك علاجه نحن كتير حيوي، لأنه نحن نوقي إنسان من الوصول إلى مرحلة كرسي العجلات بسبب تطور العلاجات الموجودة حاليا. فلذلك هاي الهجمة بتيجي بشكل تحت حاد، يعني على عدة أيام تتطور الحالة، أو تتطور على عدة أسابيع، أحيانا تأخذ مدة أطول. يعني مريض بيفيق إنه تشوش رؤية بالعين وحدة، ممكن بعدين بعد فترة يصير وجع بالعين، بتزداد حدة التشوش، فبيصل لمرحلة شيء أسبوع أسبوعين بتصل للقمة، فبيثبت العرض هون، وبعدين بعد أسبوعين 3 بيبلش طور الشفاء اللي يمتد لشهرين 3. طبعا نحن إذا تركنا الحالة هيك فرح يشفى لحاله طبعا، ولكن ممكن إذا تدخلنا بإعطاء الكورتيزون الوريدي اللي هو ميثيل بريدنيزولون، فهون نحن ممكن نسرع من شفاء الهجمة، وممكن نمنع من العقابيل اللي ممكن تتركها الهجمة. يعني تكون عقابيل أقل، وهذا يفيدنا بما يسمى العجز التراكمي. يعني مع مرور الزمن العجز لما يتراكم فوق بعضه فبنصل للعجز الدائم. فلذلك نحن إذا كل هجمة عالجناها بالميثيل بريدنيزولون الوريدي، فهون نحن بنخفف من العقابيل اللي ممكن تصير، وهكذا نمنع ما يسمى بالعجز التراكمي قدر الإمكان يعني. تمام دكتور، خلال حديثكم انتبهت لموضوع انه الاعمار اللي عم ينصابوا بهالحالات، يا ترى بالاعمار الصغيره او شو يعني عمر البدء بالعاده النموذجي لمرض التصلب اللويحي، خاصه من النمط الهجوع نكس اللي هو النمط الاشيع للمرض، هو بين عمر 20 ل 40 سنه. طبعا يوجد اصابات عند الاطفال ولكن نادره قبل عمر 20، نادره جدا جدا، ولكن ذكرت يعني. في إصابات أيضا حدثت بأعمار متقدمة أيضا فوق 50 سنة، ولكن أيضا نادرة. يعني غالبا بالعمر البلوغ، بداية البلوغ تماما بتصير إصابة يعني. أكيد. دكتور، التشخيص كيف بيكون يا ترى؟ كيف بتحددوا إنه هذا المريض صار معه تصلب لويحي؟ شو هي الإجراءات التشخيصية اللي بتتخذوها؟ طبعا هذا سؤال جميل جدا، سؤال مهم جدا يعني، لأنه هون نحن عندنا مثل ما بيقولوا يعني بيقولوا مربط الفرس. نعم. يعني الطبيب العصبية لما يجي واحد اللي عنده مريض، ممكن يجي مريض يقول والله أنا رحت لعند دكتور معين وقال لي إنه والله عندك تصلب لويحي. هلا هون يعني الطبيب العصبية هون رح يجي لازم يحقق معايير ماكدونالد. هاي المعايير طبعا وضعت من أجل إذا ما تحققت هالمعايير، فالمريض لا نستطيع أن نقول إنه هذا معه مرض تصلب متعدد. نظرية يعني. تماما. لازم يكون عندنا أول شيء الهجمة هجمات متكررة، والهجمات اللي تيجي لازم تكون ضمن هذا النطاق اللي حكيناه: التهاب عصب بصري، إصابة نخاع شوكي، تناثر حفرة خلفية نسميه مثل ترنح أو إصابة جزع دماغ. تاني شيء لازم يكون عندنا أكثر من هجمة، يعني صارت هجمة وبأوقات مختلفة، يعني حققنا أيضا معيار الانتشار بالزمان. 3 إذا سوينا الرنين مغناطيسي للدماغ والنخاع الشوكي بنشوف إصابات متعددة بعدة مواقع، فعنا إصابة بعدة أمكنة. أو إذا مثلا عايرنا سلالات وحيد نسيلي بالسائل دماغ شوكي وكانت إيجابية، أيضا هذا المعيار. طبعا وجود معيارين من هالمعايير أو 3 بيكون مثبت للمرض. غير هيك نحن ما نقدر نقول إنه هذا، لأنه كتير مرضى أجونا يعني إنه والله تصلب عنده والله بؤر بالدماغ بالمادة البيضاء وهيك، يعني بتشبه التصلب الويحي، ولكن ما في يعني ما في لا التهاب عصب بصري وما في هجمات هالامور. وكثير مرضى اجوا يعني اخر شيء طلع معهم مثلا ذبحه حماميه جهازيه التهاب اوعيه، وفي منهم طلع معهم امراض ثانيه يعني. تمام. فلذلك يعني لما نحن ندخل بضمن تحقق من هالمعايير، هذا بينقذ الطبيب من الوقوع بالخطا يعني. تمام. دكتور، خلال حديثكم ايضا انه اللي فهمته انه يعني بتشخصوا المريض عبر القصة المرضية، عبر القصة المرضية وعبر الرنين المغناطيسي وعبر البذل القطني يعني. والفحص السريري. والفحص السريري طبعا هو مرتبط يعني بيوجه نحو الإصابة. يعني مثلا إذا عندنا شلول عينية مثلا بنشوفها بالفحص السريري تماما. إصابة عصب سادس ثالث مثلا، أو إصابة عصب وجهي أو عصب خامس، إضافة إلى العلامات اللي بتشير إلى إصابة إنه هالإصابة مركزية أو تمام. تمام.
دكتور، في جايتنا رسالة عبر الواتساب من متابع من ألمانيا. مساء الخير. هل الفئة العمرية لها دور؟ طبعا كان سؤالنا من شوي، بتمنى انه فأكيد رح نعيد لك اياه. هل الفئة العمرية لها دور في تصلب اللويحي؟ هل يختلف أو احتمال الإصابة حسب الجنس المريض، يعني سواء كان ذكر أو أنثى؟ صحيح علاجها مكلف بالنسبة للوضع المادي. هل من احتمالية الشفاء التام؟ وشكرا لكم. ما ذاكر اسمه. السؤال طرحناه على الدكتور، عم نعيد السؤال دكتور. انه فهمت السؤال. تمام، تفضل. هلا اولا الفئه العمريه قلنا نحن بين 20 ل 40 سنه الاصابه. بالنسبه للاناث، بالنسبه للجنس يعني المصاب، يوجد شوي اكثر للاناث، يعني 70% من المصابين اكبر هن اناث يعني، مع الاسف الشديد. فلذلك يعني فهذا الموضوع ايضا يعني مذكور، يعني 70% من تقريبا بنسبة يعني عالية شوي، ضعفي تقريبا ضعفي الذكور 2-1 يعني تقريبا. فلذلك في سيطرة بالإصابة بالنسبة لجنس الإناث، ولكن بالنسبة للعلاج طبعا في علاجات حاليا هي علاجات ما أعرف إذا بدخل بموضوع العلاج أيضا. قبل ما نفوت لموضوع العلاج دكتور، كمان في الأختران ياسين كاتب على الواتساب برسالة: يسعد مساكم أستاذ عماد، لو سمحت سؤال للدكتور. عندي مرض الشقيقة، وتجيني النوبات بالشهر من 15 ل20 مرة بالشهر، ما بعرف العدد كبير. كلما بيكبر بالعمر بيزداد عندي، مع العلم انه انا عديت العمر 45 وانا بألمانيا وما عم بيلاقوا لي حل. وهل هل يتعلق الوجع بالهرمونات؟ فهذا كان سؤال الاخترانية. بالنسبة للمريضة انا ما بعرف قديش عمرها، ما ذكرت انه 45 سنة. 45. طبعا مرض الشقيقة اولا هو مرض صغار السن، يعني هو مرض الفئة العمرية الصغيرة، شابة بيبلش من أطفال من عمر 5 ل 15 سنة، وبيستمر هجمات الشقيقة وبتنقص بعد عمر 40. فلذلك بالنسبة للأخت هون يعني في عندها شوي توجه اتجاه معاكس للشقيقة. أولا العمر هو متقدم، ثانيا الأعراض عم تزداد حسب العمر، المفروض نحن تتناقص يعني. وثالث شيء عدد الهجمات يعني تقريبا 15 مرة، إذا نحن عندنا صداع شبه يومي تماما. فلذلك التوجه بالنسبة للأخت هو ممكن يكون في سبب آخر، ممكن يكون صداع توتري، ممكن يكون مشكلة تانية. إذا الشقيقة منفية، الشقيقة شوي مستبعدة عند الأخت هون، فيفضل تراجع دكتور طبيب عصبية، ممكن ياخذ القصة أكثر ويعمل بعض الاستقصاءات، ممكن يعني يفيدها أكثر هيك يعني. أكيد. دكتور، هلا وصلنا لموضوع العلاج بعد التشخيص. أكيد بعد ما تم التشخيص، سواء كان الفئة العمرية أو الوضع، يعني الدكتور لجأ للفحص السريري والقصة السريرية والتشخيص، الإجراءات التشخيصية المطلوبة. العلاج كيف بيكون دكتور؟ العلاج طبعا بيتشكل من شقين يعني. أول شيء العلاج الهجومي، يعني علاج الهجمة، وثاني شيء العلاج الوقائي. يعني مثلا اجى عندي مريض عنده هجمتين خلال السنة الماضية وحقق لي بعض المعايير، وبالتالي أنا شخصت المريض أنه عنده تصلب متعدد. فهون الهجمة اللي عندي لازم أنا أعالجها. كل هجمة تعالج بالميثيل برينيزولون، يعني جرعات كورتيزون عالية وردية لمدة 5 أيام 1000 ملغ يوميا. خلال العلاج لازم احنا دوما ننتبه للاختلاطات العلاج بالستيرويدات، ما بين ارتفاع قيم سكر الدم، ما بين ارتفاع الضغط الشرياني، اضطرابات الشوارد، تطور مرض خمجي، نكون نحن محتاطين لها الأمور كلياتهم. هلا بعض المريض ما بيشفى من الهجمة وبتصير أعراض أخف، وهون نحن حققنا أنه منعنا العجز التراكمي وحققنا الهدف من الهجمة، علاج الهجمة الهجومي. فنحن هون لازم نشتغل على أنه نمنع الهجمات قدر الإمكان. يعني إذا الهجمة عم تيجي كل 6 شهور كل سنة، لازم نعملها كل 5 سنين أو نعملها ما تيجي يعني أبدا. فهون نحن في عنا الخط الوقائي، علاج وقائي هو خطين. في خط الأول اللي هو الانترفيرون وهالعلاجات المذكورة. طبعا الانترفيرون وجلاتارامير كمان، هدول أسيتات، هدول عبارة عن إبر حقن تحت الجلد، ما أنا موجودة بالسوق، متوفرة بوزارة الصحة. المريض بناء عن تشخيص الطبيب والمعايير الموجودة بنعرض على لجنة، وبالتالي إذا اللجنة ارتأت أنه هذا فعلا معه هالمرض بيزودوه بهالعلاج مدى الحياة.
تماما. تمام. هلا فينا نحن عندنا هون العلاج مجاني دكتور؟ العلاج مجاني هو عن طريق دمشق يعني. هلا في مشكله هلا اخرى صارت، انه نحن احيانا بعد فتره من علاج الوقائي الخط الاول بنشوف المريض عم تجي هجمات، احيانا يفشل هذا الخط يعني، او مثلا عندما نشوف انه هذا المريض عم يترقى، عم يدخل بالطور الثانوي. فهون هلا حاليا قدمت علاجات مناعيه معدله للمناعه خط الثاني. هي علاجات بصراحه خطيره جدا، الاختلاطات كثيره، يعني في بعض الادويه تعطى حقنا، ممكن تعطي ابره بالسنه. أيوة. او ابره كل سنتين يعني. نعم. تخيل ابره كل سنتين لمده نصف ساعه وتملك هالتاثيرات الخطيره جدا، لانه بدها مراقبه دمويه وبدها مراقبه، في منهم بدها مراقبه قلبيه، في عنا لازم نتحرى بعض الاخماج الانتهازيه مثل فيروس جي سي المسبب لاعتلال الماده البيضاء الخمجي متعدد البؤر، فهدول كلهم بتصير عند مضاعفي المناعه. فقبل ما نطبق هالعلاجات المريض بيدخل بدراسه شامله لهالمواضيع، نتاكد انه ما في شيء هالمواضيع. بعد العلاج ايضا يوجد مراقبه لصيقه للمريض، لانه في مرضى عم يصير عندهم اختلاطات عينيه، في منهم بيصير عندهم اختلاطات قلبيه، في منهم اختلاطات ارتفاع خمار كبد، في منهم تثبيط بنقي العظم. ولكن نحن مضطرين انه نعطي الدواء، لانه اذا ما اعطينا الدواء رح نشوف هذا المريض على كرسي عجلات. فلذلك نحن نعطي العلاج، ومع اذا كان تحت المراقبه فالمرضى عم ياخذوا، عم يستفادوا يعني، عم تغيب النوبه بشكل نهائي، والطور المترقي عم نوقفه يعني. تماما. حاليا هالموضوع مو متوفر بسوريا، انا ما شفت الادويه موجوده هون، موجوده حاليا باوروبا، وهلا حاليا في مرضى كانوا مرضانا هون وعم ياخذوا الادويه هونيك يعني تحت المراقبه اللصيقه. هذا فيما يتعلق في ايضا علاج اعراض اخرى. ممكن المرضى التصلب المتعدد يعني ينصابوا باعراض اخرى، مثل مثلا التعب، فمثلا بنعطي مثل امانتادين، مثلا ممكن ينصابوا باكتئاب فلازم تعالج الاكتئاب، ممكن ينصابوا ببعض الامور الاخرى العرضيه بنعالجها ايضا علاجات عرضيه. تمام. اضافه لتشجيع المريض على الرياضه، وبنضيف فيتامين د ايضا الى العلاج. فمرض التصلب المتعدد صحيح هو مرض صعب، ولكن حاليا العلاج موجود، والمريض لازم ما يهمل العلاج، لانه بمجرد ما وقفت في كتير مرضى عم يجيبوا الانترفيرون عم ياخذوه سنه سنتين ويوقفوه، وبعدين بعد 6 سنوات بيجي لعنا بدخل بالطور المترقي الثانوي، وهون صار في صعوبه اكبر بعلاجه. فلذلك يعني الدواء لازم حاليا الاتفاق العالمي او الرأي الموحد يعني هو استمرار بالعلاج الوقائي. تماما. عدم يعني ما في مدة محددة انه ولا تعطي سنة او سنتين علاج وقائي، حاليا الاستمرار فيه يعني الى مدى غير منظور يعني. تماما. تمام. رح نختم لقائنا. طبعا هاي كانت احد التوصيات للمرضى ولا لجميع مرضى العصبية. رح نختم لقائنا بتوصيات ونصائح لمرضى العصبية من عند الدكتور وسيم حسن عثمان. اي تعليق او حابب تضيف للقاء دكتور؟ تفضل. طبعا احنا نشكر قناة هي قناة راقية وقناة مهمة جدا بمجتمعنا يعني، وطبعا الاستاذ عماد صديق قديم، شكرا لكم وصديق مثقف وفنان ونحن نقدره كثير يعني. شكرا كثير. اللقاء كان ممتع جدا والقناة كثير ممتعة. بالنسبة للتوصيات بصراحة الأمراض العصبية هي أمراض واسعة جدا ودقيقة جدا، الخطأ فيها شوي كارثي أحيانا. نعم. فلذلك نحن المريض لازم دوما يسأل عن أي شيء يصير، لأنه العلاج الباكر بيوقي من كتير شغلات، يعطي فرصة للعلاج وهالأمور، سواء كان يعني مثلا والله هذاك اليوم جابوا لنا مريضة بعد يومين ما صاير معها جلطة، بعد يومين جايبينها للأسف، وهلا هي بحالة سبات وبالعناية المشددة وهالأمور. فلذلك يعني المريض بصراحة لازم يسأل عن حاله ولازم يصير توعية صحية. فيما يتعلق بالطب العصبي العلاجات صايرة متطورة كتير، في علاجات رغم انه نحن متأخرين كتير عن اوروبا ببعض العلاجات او بكل العلاجات بصراحة، ولكن ايضا يوجد علاجات موجودة ايضا تقدم خدمة كبيرة للمرضى،
ونحن جاهزين لأي استفسار، وشكرا لكم وشكرا لكل مستمعين كمان. شكرا لكم دكتور على هاللقاء الجميل والمعلومات الله القيمة. أيضا نشكر الزملاء بالكنترول والبث المباشر شيرين وشيزر. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع مشاهدينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.